صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ زهقت من شكل المطبخ فحبيت ان انا اعمل تغيير فيه ولو بسيط. بس بيفرق جدا 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 في الحالة النفسية وفي المود يعني. فانا عندي هنا الرخامة لونها اصفر، فحابة ان انا اغير شكلها. فاشتريت رول زي ده كده. هو عبارة عن رول ستيكر 2 متر، وفي منه 3 متر. ال2 متر ب30 جنيه، 3 متر ب35. فشوفي انتي حسب ما المساحة عندك محتاجة قد ايه، وتقدروا ان انتوا تعملوا ده بخطوة بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة خالص. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. الاول الرخامة بتاعتك لازم تبقى نظيفة جدا جدا جدا، ما فيهاش ولا نقطة تراب، ولا يعني ولا ترواية، ولا يبقى عليها نقطة مية. لازم تبقى ناشفة جدا ونضيفة جدا علشان الستيكر ده يلزق عليها كويس. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا هقطع على قد المساحة بالظبط. هقيس كده، هفردها واقيس عشان اقطع اشوف انا عايزة قد ايه. انا هنا قطعت بالظبط على قد ما انا عايزة بالقطر. قست الطول اللي انا عايزاه كده وقطعت بالقطر دوت. هبدأ بقى ان انا هلزقه ازاي. هو صعب شوية في تلزيقه، يعني عايز صبر وطولة بال. بتشيلي حتة حتة، يعني الحتة اللي تلزقيها بس هي اللي هتشيليها، مش تشيلي اللزق كله. هو بصوا في الظهر كده في في لزق، شايفين اهو، ده بيلزق. بصي بيلزق. هنشيل بقى حته حته ونعمل بالراحه جدا جدا جدا. الاول بس هلف الرول كده عشان ما يبقاش يعني لخمني. هخلي بس على قد الحته اللي انا هلزقها، حته حته عشان ما يتكعبلش مني. وهبدا من هنا كده، والحته اللي هلزقها هشيل من تحت هنا الورقه دي سنه سنه لحد ما الزقه كله. بصوا انا لقيت انا عايزه الزق من هنا، من هنا شايفين الحته اللي فوق دي والحته كمان اللي تحت دي. فمش هعرف اعملها مره واحده، فانا هلزق الحته الرخامه اللي تحت. هلزق الرخامه اللي تحت الاول، وبعدين اعمل الجزء ده لوحده. فهضطر ان انا اقص حته اللي هي عرض الحته دي، فتقريبا كده. حاولي ان انتي تقصيها ايدك تبقى مسطره. لو مش هتعرفي تقصيها مظبوطه، علمي الاول بقلم جاف ومسطره وبعدين قصي. تمام. خلي عندك طولة بال شويه في الموضوع ده عشان النتيجه حلوه جدا، تستاهل يعني. بس خلاص قربنا اهو، شويه صبر بس والدنيا هتبقى زي الفل. طب خلونا نلزق الحته اللي هي الصغيره الاول، وبعدين الرخامه الكبيره كده. خلاص انا قصيتها اهي. الحته دي اللي هحطها هنا، دي اللي هتبقى هنا، ودي اللي هتبقى في الجنب فوق. فهبدا اشيل الستيكر برضو، هشيل حته حته، مش هفكها كلها مره واحده، حته حته لما تظبط معايا عشان ايه تطلع مفروده وتطلع شكلها حلو. شويه صبر وطولة بال والدنيا هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله.
اهي انا فكيت اول حته صغيره، وهبدا من هنا وهبدا كده. ماشي اهي. بصوا انا عملت اول حته، اوريكم بالظبط. اهي عملت كده ايه الجزء ده، وهبدا ان انا هشيل الستيكر من ورا عشان اعمل حته تانية. يعني هنعمل واحده واحده. هشيل الستيكر، الحته اللي هشيلها هلزقها. هبدا بقى اكمل كده الجزء ده كده، شويه صبر وطولة بال. خلاص هانت، فاضل اخر حته بس اهي. الحته الجزء ده اللي بس اللي فاضل هكمله برضو كده. انا خلصت الجزء الرفيع ده، فاضل اعمل هنا دي بقى. هبدأ فيها اهي برضو بنفس الطريقة. مش هفك الستيكر غير على قد بس الحتة اللي هتتلزق اهي كده، اول باول حتة بحتة، والحتة اللي تخلص هسحب من تحت الورقة دي اهي. بصوا انا كده ايه لزقت اول حتة. هقرب لكم بس شوية اهي. شايفين الورقة دي هسحبها بس واحدة واحدة لما اخلص من هنا اهي. اعمل كده بايدي، اطلع الهواء الحته اللي تخلص، اشد حته من تحت وهكذا. شايفين اهي. طالما الرخامه بتاعتك نظيفه ومعلهاش تراب ولا ميه هتلزق معاكي ومش هتطلع، وهتبقى حلو، هتثبت يعني. شايفين انا كده عملت اول حته اهي. هبدا بقى اسحب كده سنه سنه لحد ما اكمل الاخر. اهم حاجه ان ما يبقاش فيه هوا تحت. هتطلعي اول باول الهوا، اول باول تطلعي الهوا بايدك كده، هتبقى عندك حلوه وجميله ومش مكرمشه. انا كده خلصت. شايفين الجمال؟ شكلها اتغير 180 درجه، يعني كأن هي الرخامه اصلا كده. شايفين؟ اهم حاجه الصبر وطولة البال، وتسحبي الستيكر من تحت، الورقه البيضه من تحت سنه سنه، والحته اللي تلاقيها مكرمشه او دخل فيها هوا فكيها تاني، ارفعي لفوق وامسحي بايدك. امسحي كده، طلعي الهوا زي ما انتوا شايفين كده. شايفه ما فيهاش ولا حته مكرمشه، ناعمه ومفروده كويس قوي. شكلها بقى تحفه. يلا بينا نغير هنا كمان. هنزل الحاجات دي وامسح الحيطه واغسلهم وارجعهم تاني. انا شلت الحاجات اهي، وهبدا بقى ان انا اغسل الحيطه دي بالسلكه، لان انا كنت حاطه هنا فرن بالكهرباء وكان تقيل، فانا شلت الفرن حطيته في مكان تاني، فمكان ظهر الفرن كان فيه شويه دهون كده، فهصبن الحته دي بسلكه كده وارجع لكم تاني. وبكده انا خلصت خلاص، ولمعت الحاجات دي اللي متعلقه دي، مسحت وراها كويس، وبقى عندنا الرخامه الجميله دي. انا مبسوطه منها جدا جدا جدا. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واللي عندها رخامه زي بتاعتي ومش عاجباها تشوف الاستيكر ده بيتباع فين عند بتوع الادوات المنزليه، وتجرب وتعمله ان شاء الله. الطريقه هتنجح معاها. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. مع السلامه، باي باي.